صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ جايلكم النهارده بروتين جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو اهم حاجة ما تنسيش لو انت مش مشترك في القناة تشتركي في القناة، وكمان تفعلي زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها تنزل لكم على طول. ويلا بينا نبتدي الروتين بتاعنا. الروتين النهاردة مختلف شوية بعيدا بقى عن التنظيفات، يعني احنا لسه مستمرين في السلسلة بتاعة تنظيفات الشتاء، وان شاء الله عايزين نخلص كده ونكون فرشين البيت ومنظفين الدنيا قبل دخول الشتاء. بس طبعا زي ما قلت لكم احنا بنعمل حاجة حاجة، وبنعمل طبعا وقت ما بنبقى قادرين بننظف. يعني الدنيا مش بتجري ورانا ولا حد بيجري ورانا، بننظف كده على قد ما نقدر، لان انا زي ما قلت لكم ان انا البرد ماسكني بقاله فترة كبيرة جدا، فانا ما بصدق كده اليوم، يعني يوم ببقى فيه كويسة ببدأ انضف اي حاجة كده في الشقة علشان اخلص كده ويكون الشتاء داخل علينا كده والدنيا مفروشة وكل حاجة تمام. المهم بقى دي كده شوية مشتريات، وفي الفيديو ده هنفرز شوية حاجات برضو لزوم بقى الشتاء وكده، لان احنا طول الشتاء الواحد الجو بيبقى برد، والواحد الصراحة بيبقى عاوز حاجات سريعة يعملها، وبيبقى كمان بيحب يكون في تفريزات عنده في الفريزر بتسهل عليه الوقفة في المطبخ في البرد. فهنعمل ايه بقى؟ هوريكم الاول كده شويه المشتريات دول. يعني نزلت كده اشتريتهم، وقلت ان انا يعني اظبطهم كده واحطهم في اماكنهم ونفطر، وبعد كده نبدا التفريزات بتاعتنا. جبت ايه بقى؟ جبت كده طبق بيض، وجبت كمان زي ما انتم شايفين جردل كده اللي هي الميكس تيلا، اللي هي زي النيوتيلا كده، طعمها حلو جدا. قلت اجيبها علشان عايزه اعمل مولتو اللي هو بالشوكولاته، اجربه معاكم، فقلت احشيه كده الشوكولاته دي بيبقى طعمها حلو. وجبت كمان لبن، وجبت شويه بقى حاجات جبن وكده، وجبت راجون لان انا كنت محتاجه الراجون جدا اليومين دول، الدبان صعب يعني ما بيروحش كده بسهوله. وجبت كمان بقى حاجات اساسيه لازم تبقى عندي علشان كل يوم الواحد بيبقى محتار الصراحه هيتغدى ايه، فانا الحاجات دي طول ما هي موجوده عندي في التلاجة بعمل منها غدا تاني يوم. فجبت بقى مكرونة، المكرونات شيء اساسي. جبت كمان عدس اللي هو بجبة، لزوم الكشري المصري بقى، يعني الحاجات دي بتبقى حلوة في الكشري المصري. وجبت عدس اصفر، يعني برضو لو هنعمل مثلا عدس بشوربة. جبت كمان كيلو دقيق، قلت زي ما قلت لكم ان انا كان عندي اصلا شوية دقيق فايضين من مشتريات قبل كده، فقلت اجيب كيلو دقيق اعمل بيه المولتو اللي انا قايله لكم عليه. وهعمل ايه بقى؟ كمان جبت المشروب اللي هو الشوكولاته ده، حلو جدا الصراحه، انا جربته كده في لبن، حلو قوي وطعمه حلو. وجبت كمان نسكافيه، لان انا كنت شاريه معاكم في مشتريات قبل كده ان انا جايبه جهاز بيعمل الفوم بتاع النسكافيه، فانا الصراحه من ساعه ما جبته ما كنتش جربته خالص، فقلت بقى يعني اعمل بقى افطار حلو كده واجرب معاكم الجهاز ده. بس قلت ارجع بقى كل حاجة مكانها، حطيت الدقيق طبعا في العلبة بتاعته، وحطيت كمان العدس والحاجات دي كل واحدة كده في علبة. في علب عندي الصراحة اللي هي الطويلة اللي بتحط فيها اي بقوليات يعني، بس انا ما كانتش موجودة تحت ايدي. يعني انا عندي اوضة كده بخزن فيها العلب والحاجات اللي انا مش ببقى مش محتاجاها، فما كانتش ساعتها تحت ايدي، فانا صراحة كسلت كده فقلت يلا مش مشكلة احط في العلب دي. جبت كمان لقيت قدامي كده الحاجات اللي هي الخلطات بقى بتاعة الرز البسمتي والكفتة والشاورما السوري والكبدة. قلت يعني جبت كذا نوع كده وقلت اجربهم برضو لو هم حلوين، تغنينا طبعا عن البهارات. فالعلبة دي عندي صراحة بخزن فيها اي حاجة قدامي، لو عندي مثلا بيكنج باودر، فانيليا، اي حاجة فايضة من الحاجات دي، اي خلطات بحطها فيها. فلميت بقى كل الحاجات دي في العلبة ودخلتها التلاجة. وهنا بقى قلت اصفي كده اللبن معايا علشان احطه يتغلى، علشان كنت طبعا هفطر بيه، يعني زي ما قلت لكم هجرب معاكم كده النسكافيه باللبن والجهاز بتاع الفوم، والصراحة طلع حلو جدا، هوريهولكوا دلوقتي. انا المشتريات دي جبتها وقلت اظبطها كده وارجع كل حاجة مكانها وافطر الاول، علشان ندخل بقى طبعا المطبخ كده واحنا مفيش ورانا اي حاجة، يكون المطبخ معانا نضيف وكل حاجة في مكانها. هنبدأ بقى نعمل كل حاجة كده بارتياح نفسي واحنا جوه المطبخ. فالنشاط كان واخدني الصراحة، فعملت شوية تفريزات حلوين، ويعني عملت كذا حاجة يعني في الفيديو ده. هنا بقى سلقت كده بيضتين وحطيت عليهم شوية فلفل اسمر،
هعمل بقى النسكافيه كده بلبن، وده هيكون الفطار بتاعنا. هنا حطيت في المج بقى شوية من الكيس كده من النسكافيه، وحطيت سكر يعني حسب ما انتي عايزة، وقعدت اقلب بقى كده لحد بس ما كل ده يتقلب كده في بعضه بشوية لبن صغيرين. وبعد كده هجيب بقى الجهاز بتاع الفوم واحط فيه اللبن، وهبدأ احركه يعني لحد ما يعمل فوم كده ويعلى معايا. والصراحة طلعت النتيجة حلوة قوي، يعني انا اول مرة اجربه، بس عمل كده فعلا فوم حلو قوي للنسكافيه. والنتيجة كانت حلوة الصراحة، يعني انا حتى خفيف كده لما نيجي نشربه، يعني مش زي ما تكوني حاطة عليه لبن كده. فالصراحة حبيته جدا، وقلت بقى اعتمده كده في اي مشروب اعمله بلبن، لازم الجهاز ده يكون اساسي معايا كده. اصلا شايفين القوام بتاع اللبن، وكمان لو كنت زودت شوية كمان يعني ضغط عليه كان هيبقى فوم اعلى من كده. بس الفوم حلو، يعني مش ان هو برضو خفيف، لا كان حلو. رشيت بقى شوية برضو نسكافيه كده على الوش يعني يدي اي شكل. واخدت بقى الفطار بتاعي، كان ده بس الفطار. اخدته في الصالة وقلت افطر، وندخل بقى نشوف ورانا ايه في المطبخ. كنت مطلعة كده، يعني قلت بعد ما افطر اطلع كده اللحمة دي تفك معايا علشان هطبخها. زي ما قلت لكم النشاط كان واخدني جدا، فكان عندي شوية طماطم في الفريزر، قلت برضو اطلعهم كده اعملهم صلصة، لان انا كنت خلاص خلصت الاكياس اللي انا كنت عاملاها. فقلت قبل ما ابدا اولع كده على الاكل واحطه على البوتاجاز يتعامل مع نفسه ويستوى كده، وابدا بقى اعمل التفريزات دي. فلحد بقى ما اللحمه تفك معايا عملت ايه، عملت غسلت الرز كده كويس جدا، وحطيته على البوتاجاز، وقلت اعمل لوبيا برضو. برضو غسلتها كويس وهحطها تتسلق. وبعد كده احط لها بقى الصلصه بتاعتها واسيبها برضو مع نفسها كده تتعمل. وهنا كنت خلاص بقى اللحمه كانت فكت معايا وصفتها كويس جدا وغسلتها. وهحطها بقى كده، كنت مجهزه هنا ميه مغليه، وهحط بقى بصلايه وطماطمايه وحبهان. وانا يعني انا بعملها في حله الضغط، ما بتاخدش مني وقت الصراحه، وبتبقى منجزه. يعني ما بحبش اعملها الصراحه في حله عاديه، غير لو انا مثلا يعني ما فيش ورايا حاجه تانية عادي بعملها براحتي. لكن اكتر الاوقات بعملها في حله الضغط، ما بتاخدش وقت، وكمان بتبقى منجزه معايا. المهم بقى كان عندي شوية الشبت والبقدونس دول في الفريزر، قصدي في التلاجة، وكنت لفاهم بكيس ابيض كده. والصراحة يعني لما الحاجة بتفضل، بالذات الخضار لما بيفضل فترة طويلة في التلاجة بيبدأ يدبل معايا. اعذروني كده على صوتي الصراحة، ببدأ يعني بقفل الفيديو وارجع اكمل تاني لان صوتي رايح خالص. المهم بقى هنا زي ما قلت لكم ان الخضرة لما بتفضل وقت طويل في التلاجة بتدبل. فالصراحة انا كنت عايزاها كده زي ما هي كده مورقة ولونها اخضر وحلو. فقلت لا يلا بقى نجيبها كده من التلاجة واغسلها كويس واسيبها تنشف، وابدأ ان انا اقطعها واعينها في الفريزر. بتبقى حلوة بقى ان انتي مثلا لو بتعملي محشي مثلا او اي حاجة محتاجة خضرة فيها، بتكون جاهزة معاكي في الفريزر وبطلع منها على طول. فده اول التفريزات اللي بتكون سهلة معانا طبعا. يعني ده مش ان انا هعينه للشتاء بس، ده قبل دخول الشتاء. الحاجات دي لما بتبقى ناقصة عندي في اي وقت بفرزها واسيبها جاهزة عندي كده في الفريزر، لأي ظرف او اي حاجة هعملها بيكون الحاجة جاهزة معايا. الطماطم بقى جبت شوية كده في الطبق الصغير ده، وهبدأ ان انا اغسلها واقطعها واحطها بقى في الحلة دي. هما ما كانوش كتير يعني، كانوا شوية دول بس. فقلت افرزهم كده لحد ما اجيب تاني وابدا افرز، يعني برضو يعني مش هياخدوا مني وقت بقى ان انا اوقف واصفي والكلام ده كله. فاستسهلت ان انا اعملهم الاول، وكمان كنت مخلصة عندي طماطم فقلت اعملهم، ولما اجيب تاني اعملهم مرة تانية عادي. وده اهم حاجة واساسي في البيت، لازم يكون الحاجات دي اساسية في البيت عندنا سواء في الشتاء او في الصيف. الطماطم من الحاجات اللي بتسهل علينا الدنيا، لان اي اكله دلوقتي داخل فيها بقى صلصه وكده، فالطماطم لو هي يعني متسبكه جاهزه هتطلعي منها على طول وهتكون سهله معاكي. وهنا بقى كنت قطعتها وغسلتها كويس جدا وفتحتها من النص كده، وهحطها بقى على البوتاجاز. وهنا كنت حطيتها شويه، بتبدا بقى هنا تنزل ميتها وتبدا ان هي تتسبك كويس. وهسيبها بقى مع نفسها كده تبرد، علشان بعد ما تبرد هصفيها بقى واعبيها في اكياس كده واحطها في الفريزر. نيجي بقى للجزء الاهم هنا. انا طبعا كنت مرتبه معاكم الرخامه، وكنت عامله كوفي كورنر بقى اللي انتوا شفتوه دلوقتي،
وعامله الجزء ده في الصفايه وكده. بس انا الصراحه النظام ده مش مريح، يعني هو كشكلا حلو بس مش مريحني بقى، لان الصفايه عكس ايدي، يعني لما بكون بغسل المواعين مش مريحه ان انا احط فيها المواعين، دي حاجه. تاني حاجه ان انا كده ضيقت الرخامه عندي، وانا لما بعمل حاجه على الرخامه او محتاجه مثلا اجهز اعمل معجنات اعمل اكل احط حاجه مثلا جايبها من البوتاجاز على الرخامه، فببقى محتاجه جزء كبير عندي فاضي، وانا ما عنديش اصلا غير الجزئين دول، اللي هو الجزء بتاع الرخامه الطويله ده والجزء التاني. ف... فكده ضيقت الدنيا عندي، وزي ما قلت لكم حاسه الدنيا مش مريحه وحاسه بخنقه كده في المطبخ. الحاجه بحس ان هي مكركبه علشان انا شاغله الرخامه كلها، فهرجع بقى يعني معظم الحاجات تاني زي ما هي. فحطيت بقى الصفايه في جنب كده، ورجعت طبعا ده كان 3 على بعض، بس انا كنت شايله جزء منه للكوفي كورنر، فرجعته زي ما هو، وهحط الشاي والسكر فوق. يعني قلت بقى ده على بعضه كده يلم الدنيا معايا، وفي نفس الوقت مش هياخد مساحة كبيرة على الرخام، يعني هيكون لامم معايا البهارات اللي انا بحتاجها، وهيكون كمان لامم معايا بقى السكر والشاي والحاجات دي. فانا قلت بقى هرجع يعني يعتبر الحاجة زي ما كانها، وهحط بس جنبها كده اللي هو الديكور ده، ببقى احط فيه بقى النسكافيه، وهحط الجهاز بتاع الفوم بتاع اللبن برضو هحطه جنبه كده، يعني لحد ما اشوف برضو شكل معين ارتاح ليه. دي الرخامة التانية اللي زي ما قلت لكم كنت حاسة بزحمة فيها، برغم ان كان شكلها شيك وشكلها حلو الصراحة، بس المكان ده مريح جدا للصفاية عندي، يعني في نفس اتجاه ايدي وجنب الحوض، فبطلع منها على طول بطلع المواعين على الصفاية على طول، بتبقى مريحة الصراحة. فقلت مش مشكلة، يعني زي ما قلت لكم لما الاقي شكل معين كده قلت بس يعني اعمل كده المرة دي. فحطيت بقى الصفايه وحطيت الكاتل كده جنبها، واخر بقى التفريزات معانا زي ما قلت لكم النشاط كان واخدني، انا الصراحه لما بتشجع بتلاقوني عايزه اعمل حاجات كتير جدا، بس في اخر اليوم الواحد بيتعب قوي، يعني انا منصحش طبعا ان احنا نعمل الحاجه كلها في مره واحده، بس انا يعني ايه ببقى النشاط خلاص بقى واخدني، وببقى نفسي اعمل كذا وكذا وكذا وما باجلهاش بقى، بس زي ما قلت لكم بتيجي في اخر اليوم بتلاقي خلاص بقى ما عادش حاسه بجسمك اصلا. فكان عندي بقى ايه، يعني انا عملت الصلصة، فاهم حاجة بنحتاجها للصلصة البصل المتفرز، فكان اخر حاجة كنت مطلعاه، فافتكرت ان انا مفيش عندي، قلت يعني وانا واقفة بقى كده اقطع كام بصلاية كده وافرزهم عندي في الفريزر، برضو لحد ما اجيب كمية اعملها بس يكون في يوم لوحده، لكن قلت كده شوية دول يقضوا الغرض، علشان طبعا واقفة عاملة حاجات كتير، فقلت يعني ايه دول يقضوا الغرض كده لحد بقى ما في يوم لوحده كده اعمل شوية بصل حلوين متفرزين كده في الفريزر. بتبقى حلوة بقى ان انت في اي وقت عايزة تعملي مكرونة تعملي صلصة لاي حاجة، بتطلعي الكيس بتقطعي منه حتة وفي الزيت على طول، وبتحطي بقى توم او اي حاجة برضو بتكون متفرزة عندك، بتكون الدنيا سهلة الصراحة. واللي بيخاف بقى ان هو يفرز البصل، انا الصراحه كنت بخاف الاول، يعني انا كنت بقول مثلا على قد بصلايه او كده مش متعبه او حاجه، لكن لما جربت الطريقه حلوه جدا وفرقت معايا، لان طبعا انت يعني تيجي تبصي بقى البصلايه دي بتطلعي الكبه مخصوص وبيبقى فيه مواعين. اعذروني بقى على صوت المتغير ده، مش عارفه حله ايه الصراحه. المهم جينا بقى هنا كده بعد ما عملت هحطه بقى في اكياس وهفرده حلو جدا، علشان تكون سهل عليك وانت بتكسري منه، يعني هفردها كده في الكيس وهطبق بقى الكيس كده وهعمل كذا واحدة بنفس الطريقة، يعني بتكون سهلة، يعني بالطريقة دي بتكون سهلة معاكي ان انت لما بتكسري منه، يعني لما تيجي تطلعي منه بيبقى سهل في الكسر. هعمل بقى كذا كيس كده بنفس الطريقة، وهعينهم بقى في الفريزر. هم مش تفريزات طبعا للشتاء، بس يعني مش هيفضلوا بقى للشتاء، بس انا بقول الحاجات دي مهمة جدا لما بتخلص عندي سواء بقى في شتاء في صيف، لازم شيء اساسي يكونوا عندي في الفريزر. الواحد اصلا لما بيقوم يعمل اكلة كده وحاجتها عندنا في الفريزر جاهزة، بيبقى مرتاح وقايم اصلا كده، يعني عارف ان هو يخلص بسرعة، لكن لو اكلة بقى لسه هتعملي تفرمي بصل ولسه هتعملي صلصة ولسه هتلاقي يعني قايمة اصلا مش عايزة تقومي. وهنا خلاص بقى كنت عبيتهم كده في الاكياس، وهنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، ما تنسوش يا حلوين الاشتراك في القناة. مع السلامة.